اسرائيل عاوزه تتخلص من غزه. كان اسحاق رابين يقول لك انا اتمنى امي ان التقى غزه دي غرقت في البحر. وده له سبب موضوعي، ان غزه اكثر نقاط العالم في الكثافه السكانيه. وغزه شهدت مولد كل حركات تحرير فلسطيني، من فتح لحماس للجهاد الى غيرها. بسبب هذا الاكتظاظ كمان، لانه خد بالك الدفء الانساني ده وحتى التشارك في البؤس الانساني جزء مولد. وفيها كميات كبيره من اللاجئين من كافه بقاع فلسطين. فهنا ده حاله ارتباط. النقطه الاخيره اللي عاوز اسجلها، اذا شئت وده رايي الشخصي ان تبحث عن حركة فلسطينية مستقيمة مع نفسها إلى أبعد مدى، فهي حركة الجهاد الإسلامي. لم تتورط على أي نحو في أوسلو ولا في تطبيقاتها، ولم تتورط في أي اثنين، ظلت خلاف داخلي على الحفاظ على مبدأ المقاومة. ثالثا، ظلت على صلات طيبة مع الأقسام المدنية أو الدينية في الحركة الوطنية الفلسطينية. وأخيرا، رغم ان هي اللي ربطت الاسلام بقضيه فلسطين، لم تتدخل في الشان الداخلي لاي بلد عربي. وانا اذكر، وقد كنت شريكا مباشرا في ذلك مع موسى بن مرزوق ومع رمضان شلح في لقاء في عز حكم الاخوان في يناير 2013 في نقابه الصحفيين المصريين، ان رمضان شلح في كلمته، الدكتور رمضان عبد الله شلح اللي هو قائد الجهاد بعد فتح الشقاقي، بعد شهيد فتح الشقاقي. وخد بالك ان دي حركه هي اصلا ذات اصول قوميه، ثم يعني حركه قوميه اسلاميه. يعني وهي جوهر فكرتها ان فلسطين هي قضيه العالم الاسلامي. اسطوب يعني نقطه. فقال ايه بقى في نقابه الصحفيين المصريه؟ رمضان عبد الله شلح في عز حكم الاخوان، ولاحظ ان اسمه حركه الجهاد الاسلامي. وصف مصر في اوائل يناير 2013 من على منبر في الدور الرابع لنقابه الصحفيين بانها مصر عبد الناصر. ده في عز حكم الاخوان. في عز حكم الاخوان. يعني هنا اخر نقطه حكايه الاعمال العدائيه. انا شخصيا ضد استخدام تعبير الاعمال العدائيه، بس انا اريد ان اذكر ان هذا هو كان نص مبادره نوفمبر 2012 في ظل حكم مرسي التي هللت لها حركة حماس وملأت العالمين صياحا بالانتصار الذي أحرزته. ولكن هذا ليس مبرر أن نكررها. أنا ما بتكلمش عن المبرر، أنا بتكلم عن منطق حماس. نعم صحيح. اللي بيكشف عشان نرجع تاني لنفس النقطة اللي احنا متفقين مع عليها، العلم ان مقاومة حماس لمصالحها، مع العلم ان كل مقاومة العدوان الإسرائيلي او لاستعادة فلسطين مرة أخرى. هو ده اللي بيحقر من القضية الفلسطينية. مظبوط. وبيجعل تشويه القضية الفلسطينية يتم بأيدي الفلسطينيين. نعم يعني